السلام عليكم يا جدعان. طب يا جدعان دلوقتي احنا فاضل لنا 10 ايام ونخش شهر 10. النهارده 20 تمام. فال10 ايام دول انت هتعمل فيهم ايه عشان تلم، عشان تبقى داخل شهر 10 انت كده 100% تمام وكل حاجه تمام. خد الميثود ديت عشان هي كويسه جدا، وبرضو عايزك تتعود عليها عشان تعملها ايه كل شهر. يعني مثلا فاضل مثلا 10 ايام على شهر 10 ويخلص، فتقوم عامل الميثود ديت عشان تخش ايه شهر 11 وانت تمام، وكذلك لحد ايه الامتحان ان شاء الله. فاول حاجه هتعملها هو جدول. بس جدول بقى مش الجداول اللي يعني جدول يا ابني جدول بديهولك كأنك بتعمل جداول بقالك 9 شهور مثلا، فاهم؟ فجدول ايه حلو. فهتعمل كالآتي: هتجيب ورقة وقلم في الأول. يا عم هي الورقة والقلم، هي الورقة والقلم. خلاص، هتكتب كل اللي انت مراكمه. يعني مثلا ايه، عندي حصة كيمياء ما اخدتهاش، لو انت مثلا بتاخد اونلاين، عندي حصة كيمياء ما اخدتهاش، عندي درس ما ذاكرتوش، عندي واجب ما عملتوش، عندي 5 اسئله من الواجب دوت ما عملتهمش، عندي حته محتاج اذاكرها تاني، عندي حصه ما خدتهاش تاني، ممكن 3 4 حصص ما خدتهمش، فاهم؟ عندي مثلا المراجعه دي عايز اخدها، فممكن مثلا يطلعوا معاك 6 حاجات ولا حاجه. خلاص، دي كده اول حاجه تعملها. تقوم ايه قسم الصفحه نصين. النص التاني هتقوم جايب الحاجات اللي جايه ال10 ايام الجايين. يعني مثلا انا النهارده ايه؟ النهارده ايه يا محمد؟ النهارده مثلا التلات. خلاص، النهارده التلات صباح الاربع، ماشي. فانا هقول مثلا النهارده التلات صباح الاربع، وانا يوم الاربع عندي حصه كيمياء مثلا، هقوم كاتب ايه: واحد حصه كيمياء. بعد كده اربع خميس عندي حصه كذا. خميس جمعه ما عنديش حاجه. السبت عندي حصه كذا. وبعدين طبعا الحصه ديت هيكون ليها واجب فحلو، وعندي الحصه ديت برضه هيكون ليها واجب فحلو. الحصه دي تكتب كل الحاجات اللي انت هتيجي جديد في ال10 ايام الجايين. ركز معايا عشان الحته دي هي الفيصليه اللي انت بتكون ممكن تكون ما كنتش بتعملها. تمام. اللي انت ايه، شوف مثلا ال10 ايام دول كلهم هيبقى في كام حصه نزلوا تكتبهم، وكام واجب طبعا ليهم، وكام مثلا قد ايه مذاكره. انت مثلا في حصه الكيمياء، انا مثلا ما كنتش بذاكر في حصه الكيمياء، انت كنت تكون بتحب تذاكر في ماده معينه، تقوم كاتب مثلا جنب الواجب ان انت هتذاكر برضه وكذلك. يعني مهم ان انت تكتب كل حاجه جايه جديد على 10 ايام جنب، خلاص، الحاجات المتراكمه. تمام كده يا باشا؟ دي كده اول خطوه. تاني خطوه، هتقوم جايب برضه ورقه وقلم تاني وتكتب اليوم الاول. اليوم الاول من اللي هم كام ال10. تمام. اليوم الاول، وتقوم ماسك بص يا باشا عشان بس الشرح يبقى كده جميل. ان الخطوط ديت هي الحاجات اللي انت المفروض تعملها. تمام. هتقوم ماسك الورقه دي، هتقوم ماسك الورقه دي. تمام. وتتكتب اليوم الاول. بعدين تبص على الورقه دي: طيب انا ممكن في اليوم الاول اخد الحصه دي واحل معاها الواجب دي، وممكن اخد الحصه دي. هو بتوع ثانويه عامه بياخدوا حصتين في اليوم عادي. طب اخد اليوم الاول كذا كذا كذا. بعد كده اليوم التاني، وتبص: طيب انا ممكن اخد كذا 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 من في اليوم التاني. وتوزع كل المهام ديت، تمام، على الايام. وطبعا تاخد بالك ان انت يعني مثلا ما تقوليش اليوم التاني هاخد حصه كيمياء جديده وهي اصلا لسه مش هتنزل، فاهم؟ فانت رتب ايامك ان هي ترتبها كويس، فاهم؟ اللي هو لما تيجي تاخد الحصه تكون نزلت فعلا، فاهمني؟ بس ده كده. وتكون كاتب كده ايه: اليوم الاول كذا، اليوم التاني كذا، اليوم التالت كذا، لحد ما تخلص ال10 ايام. انت كده خلاص قدامك الورقه متسيستم فيها ال10 ايام هتعمل فيهم ايه. تصحى الصبح تمسك النوتة بتاعتك اهي، النوتة بتاعتك تقوم ناقل اليوم الاول كذا 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 كذا. بس انت كده بقيت ماشي بالنوتة دي، ولا تبص على الورقة دي، ولا تبص على دي وتوتر نفسك، ولا تبص على ورقة الايام. انت بس هتمسك النوتة بتاعتك دي تكتب النهارده هتعمل ايه وبس، وتركز فيه. خلاص. اتبقى حاجة ما عملتهاش، تقوم ايه؟ انت طبعا ماسك الورقة دي برضو، لما بتخلص الحاجات بتشطب. انت بتبقى حاجة من النهارده سيبها، فتيجي في اخر ال10 ايام هتلاقي نفسك ايه سايب كام حاجة، تدوس على نفسك وتعملهم. بس كده يا باشا، بس كده. هي دي كانت الطريقة. جامد يا جدعان. طب يا جدعان انا دلوقتي عشان بس في ناس كده ممكن جديدة تشوف الفيديو دوت، انا بنزل كل يوم فيديو لحد ما انت تخش الامتحان. يعني احنا دلوقتي بقى لنا كام يوم؟ بقى لنا تقريبا 48 يوم. 48 يوم ما فوتش يوم. حتى لو انا ميت، حتى لو انا مشغول، بتصل بفتح بتكلم معاك، بسأل، احط طريقة ليك ان انت تتكلم معايا، تحط تكتب كومنتات، او اوقات بحط
بوستات على الكوميونتي، فاهمني؟ فاعمل سبسكرايب وتابع معايا، كل يوم نتكلم مع بعض لحد الامتحانات بجد، وهساعدك يعني. وبرضو يعني انا بجد بجد ما جاليش مثلا اسئله في القناه ديت غير تقريبا 4، واقسم بالله بجاوب عن، لا 4 ايه، لا 6 كمان، تمام. وفي كمان واحد طلع سألني سؤال عملت عليه فيديو كامل اهو، الفيديو ده هتلاقيه جنبك دلوقتي. الفيديو اللي انا قارنت ما بين تامر القاضي واحمد سمير، ده كان مخصوص ليه هو، فاهمني؟ فاي حد عنده سؤال بكره يعني، كده كده في كل يوم فيديو، انت هتلاقيني بكره برد عليك على طول في الفيديو، فاهمني؟ بس وحتى مش هرد عليك كتابه يعني، هرد عليك في فيديو كامل. بس والناس اللي بتسأل في كذا حد سألني انت داخل كلية ايه او انت جبت كام، الفيديو ده انا مأجله، تمام، متأجل لوقت معين انا عارف امتى اعمله، فاهمني؟ بس انت ما تشغلش بالك بالحاجات ديت، ما تشغلش بالك بالدرجات، ما تشغلش بالك بالحاجات دي، انا مش عايز اشغل بالك بيها اصلا، فاهمني؟ انت لازم تركز ان انت تفهم، لان صدقني انا دلوقتي كان في كليه عايز اقدم فيها، ما كنتش هعرف ادخل غير لما امتحن لكن لو انا مش فاهم انساني، وعلى فكره مش في المنهج الكليات، لما تيجي تمتحنك عشان تدخل مش بتمتحنك في المنهج، فانت لازم تفهم، ركز انت تفهم، ماشي؟ يلا سلام. اه والفيديوهات بتبقى قصيره ما تقلقش يعني، عشان تتفرج عليها كل يوم. يلا باي باي.